أنا فنان اليوم، ما فيني أكذب أقول أنا ما بعرف فلان أو بعرف علان. رديت على موضوع نوال اللي كان من يومين فايرل. في ناس حست انك زعلان. سامي ما بفهم شو بغني. لا، نوال نجمة كبيرة وما بينزعل منها، بس أنا عتبان عليها إنه هي لازم تكون مطلعة على الجيل الجديد. هي فنانة كبيرة وعريقة وبتقدم موسيقى لجميع الأجيال، وإذا ما عندها اطلاع على جيلنا في مشكلة. نوال تقبريني أنت. بس هي حطت لك قلب. أو يعني بتحبها. أنا بموت عليها، مش بس بحط لها قلب. بس اليوم في جزء لا يتجزأ من الذوق العام، نحن ما فينا نقول ما بنعرفهم، بالأخص كوننا أولاد المهنة والفن. أول شيء من باب الاحترام، تاني شيء من باب الاطلاع. أنا فنان اليوم، ما فيني أكذب أقول أنا ما بعرف فلان أو بعرف علان. لا، أنا بعرفهم كلهم وأنا مطلع وأنا بحب الكل وبحب جميع الأذواق، لأنه هدول فنانين موجودين ومحترمين، ولازم نحن كلياتنا ندعم بعضنا. وما فينا نقول لفنان عنده مئات الملايين ومليارات الاستماع أنا ما بفهم عليه. انت دائما بترد على السوشيال ميديا ودائما بتطلع بتحكي. هذا الشيء بتحب تعمله ولا احيانا بتتردد؟ احيانا بتقول لا خليني اطنش، لا لازم ارد. دائما بحسك تحب تحكي مع الناس على السوشيال ميديا. مني الحدا اللي دائما برد، بس بوقت الضرورة القصوى أكيد برد. بس إذا بقيس كل شيء بينحكى عني على السوشيال ميديا فأنا بضل على انستغرام. لا، أنا برد 10% من اللي بيجيني. بس أحيانا في إشياء ضروري قصوى، مثل ما عم لك، مثل موضوع التنمر على الأطفال، مثل موضوع تسييس معين عم بيصير اتجاه فني أو اسمي. فأنا برأيي بزمننا الحالي هو الشفافية والوضوح اتجاه الجمهور هو أقل شيء بقدم لهم إياه. ما في داعي الى الغموض المبالغ فيه، في امر وجب عليه التوضيح، فانا بطلع ببساطه بوضح لهم، وهن عليهم في مصداقيه كبيره بيناتها بيني وبينهم انه يصدقوني ببساطه. فترة شفناك بتدافع عن جمهورك، البنات تحديدا الصغار بالعمر، والناس كتير حبت هذا الشيء منك. فقديه مهم كان لإلك انك تحكي وتطلع وتحكي عن هذا الموضوع؟ من اللامنطقي اللي بيطرح اتجاه اطفال عمرهم 7 8 ل 10 سنين، بالاخص انه انا موسيقتي الى جميع الاعمار. يعني انا بيسمعني ال 30 وال 40 وكل الاعمار، كتر خير الله. بلس هذا شيء استثنائي، كان عندي الاطفال بيحبوني. لشخصي لموسيقتي ما فيني اعرف 100% ليه، بس انا بحس واجب مني كفنان هن بيحبوه ومآمنين فيه، واللي الكل بيعرف قد ايه صعب انه نجذب جمهور الاطفال. فانا واجب اني دافع اكيد عن كيف بيتفاعلوا، عن مشاعرهم، وعن عدم التنمر عليهم الاطفال هدول.